رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. قبل أن نبدأ بغير المشروع من الوسيلة أن نتعرف على مسألة القنوط، فبعض الناس لا يخفى على فضيلتكم دعوت ولم يستجب لي، فهل وصل هذا الإنسان إلى مرحلة القنوط في دعائه؟ هو القنوط له أقسام. نعم. قد يصل القنوط إلى المعصية. نعم. وقد يصل القنوط إلى خروج الإنسان من ملة الإسلام. نعم. كمن يتهم الله سبحانه وتعالى إنه عاجز على أنه يستجيب له. نعم. ولهذا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بين إن الإنسان إذا دعا الله فإنه يكون في إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له الدعاء فهذا قد وفى حقه. نعم. وإما أن يدفع الله جل وعلا له وعنه من الشرور في الدنيا بقدر دعائه، يدعو الله سبحانه وتعالى ولم يستجب له، ولكن الله جل وعلا يدفع عنه الشرور بقدر هذا الدعاء. وإما أن يدخر هذا الدعاء له في يوم القيامة. ولهذا أحد العلماء وأحد مشايخنا وهو الشيخ فلاح بن إسماعيل مندكار عليه رحمة الله كان دائما ماذا يقول ونحن لو كانت قلوبنا حية لكان تمنينا كل الدعاء في الدنيا لا يستجيب لنا ولا يدفع عنا الشرور. فأذكر قلت له: ليش يا شيخ ما نريد الخير حنا؟ قال: لا، نريده لنا يوم القيامة. يا الله. لأن في الدنيا راح تفنى وتنتهي، ولكن لو دعونا وحنا خالصة قلوبنا لله سبحانه وتعالى لكان تمنينا أن هذا كل الدعاء يكون لنا يوم القيامة. إذن في كل الحالات أن الإنسان المسلم ليس بخسران. نعم. إما أن يستجيب الله سبحانه وتعالى والحمد لله، والله جل وعلا يعرف حاجتك ويعرف أمورك في الحياة الدنيا، فلا تستعجل الخيرات. الله جل وعلا قد يدفع عنك الأمر ما تدري. والله بعض الناس يقول: يا ربي يسر لي هذا الزواج مثلا. نعم. أو يا ربي يسر لي شراء هذه السيارة أو شراء هذا البيت، وهو ما يدري قد يشتري هذا البيت أو يشتري هذه السيارة أو يقبل على هذا الأمر فتحصل له يكون وباء عليه. نعم. ولهذا الإنسان دائما يسأل الله جل وعلا الخير. نعم. ولهذا كان الإمام أحمد عليه رحمة الله كان لما يسأل الله جل وعلا أن يرزقه حفظ القرآن كان ينسى كلمة بعافية، فلما سجن عليه رحمة الله فأصبح أدرك هذا، قال: اللهم من علينا بحفظ القرآن بصحة وعافية. يا الله. فيقول: لم أحفظ القرآن إلا في السجن. لم يتم حفظ القرآن كاملا وإتقانه إلا في السجن. شوف فالإنسان دائما لا يستعجل الأمور ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم بحال العبد، فعليه أن يتوجه لرب العزة والجلال، فإن الله سبحانه وتعالى يوفيه إن شاء الله. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا، به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا، لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا. رب